يعني انا نسيت اطلع بره البلد. طلعني بره لو سمحت، طلعني من هنا. يلا ندخل نلعب في التينة. بسم الله. Oh my god, it's been ages since I made a video. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد على القناة. أنا أحمد عباس، طبيب مقيم هنا في بريطانيا، وبعمل فيديوهات عن الموتور بايكنج وعن اللايف ستايل ان جنرال والسفريات اللي بسافرها وكل الحاجات الحلوة دي. أنا I've been off يوتيوب بقالي فترة كبيرة، بقالي كتير يعني I think almost 2 months مثلا ولا حاجة ما بعملش فيديوهات خالص. and وده طبعا لأسباب وظروف مريت بيها وحاجات كتيرة حصلت يعني الفترة اللي فاتت دي. anyways I was talking to a friend of mine، هي مش مقيمة هنا، مش في انجلترا يعني. فكانت بتقول لي اخبارك ومش اخبارك وبتاع، it was a conversation يعني. and then all of a sudden قالت لي هو انت فين الفيديوهات بتاعت اليوتيوب بتاعتك؟ انا بقالي كتير ما شفتلكش حاجة. فبصي قلت لها يعني I'm not having the best of times دلوقتي، وفي حاجات كتير قوي مريت بيها وبتاع. فقالت لي احكي لي، فقعدت احكي لها وبتاع. فقالت لي طب انت عطلان في اليوتيوب ليه بقى؟ ايه مشكلتك؟ فقلت لها علشان يعني الحاجات الجميله اللي انا مريت بيها الفتره الاخرانيه، فيعني I don't have the time or the energy ان انا اعمل اي حاجه يعني. فقالت لي طب بقول لك ايه، ما انت لو المشكله في الموضوع اللي انت هتتكلم عليه، نقفل دي بس كده عشان الصوت على امل انه يبقى احسن. لو الموضوع اللي انت هتتكلم فيه، ما انت ممكن تتكلم عن الحاجات اللي مضايقاك او الحاجات اللي حصلت معاك، يمكن حد يتعلم منها، يمكن حد يستفيد منها. اتليست يعني you put it out كده وتبقى خلصت من الحاجات اللي مضايقاك دي. which is يعني honestly not يعني a bad idea. بس انا يعني I try الفترة اللي فاتت على قد ما اقدر في الفيديوهات اللي بعملها ان انا يعني to save you the drama يعني مش لازم اشكلكم همي. يعني خلينا نتكلم في الحاجات الكويسة والحاجات اللي مش كويسة، يعني مش لازم نتكلم فيها. فشي لايك ايوه، بس انت محتاج تدي الناس، يعني تحاول تدي الناس صوره واقعيه عن الحياه والمشاكل اللي بتحصل هناك وكل الكلام ده والحاجات اللي انت بتمر بيها وكل الكلام ده. فاني وايز انا مش هقول اسمها، بس هي اسمها الاء. فيعني الفيديو ده لو عجبكم، الاء ليها فضل كبير في القصه دي، علشان هي اللي ادتني الايديا اباوت الكونتنت بتاع الفيديو ده بالذات. لو الفيديو ما عجبكوش يبقى لا، افكارها زي الزفت، ويا ريت يا لا ما تجيبليش افكار ثانيه لو سمحتي، وخلينا نفكر بدماغي. anyways joking aside يعني، بس انا حسيت ان انا فعلا محتاج اعمل الفيديو ده علشان it's been a long time. انتوا وحشتوني، انا وحشني ان انا اتكلم مع الكاميرا، وحشني احكي لكم الحاجات اللي مبسوط منها، الحاجات اللي متضايق منها. للاسف موسلي الفيديو ده هنتكلم عن حاجات انا متضايق منها. فخلينا نبتدي الاول بالتشالنج اللي حصل في الشغل. لو كنتوا فاكرين او متابعين الفيديوهات، انا كنت اتكلمت في اخر فيديو او الفيديو اللي قبل الاخير حاجه كده، هحط اللينك بتاعه فوق، ان انا كان فاضل لي حاجه بتاعت اسبوعين واخلص الراوند بتاعي بتاع الطوارئ، وابتدي اشتغل في الجي بي اللي هو تخصصي الاساسي بقى بعد كده ان شاء الله. بعد ما مريت على تخصصات مختلفه، انا تخصصي الاساسي هو الجي بي، فانا المفروض كنت هبتدي فيه كمان اسبوعين according to the video اللي انا كنت عامله. طبعا الكلام ده قول مثلا من حوالي، احنا في شهر كام دلوقتي؟ احنا داخلين، احنا النهارده اول يوم 4 اهو. فالكلام ده مثلا كان في نص 1 مثلا او اخر 1 في الحدود دي يعني. بعد ما استلمت شغل الجي بي بتاعي بحوالي 3-4 ايام، جالي الميل مش ظريف خالص. والميل عباره عن شكوى متقدمه فيا وفي السينيور بتاعي من والد طفل. انا مش هدخل في تفاصيل طبيه كتير، علشان انا عارف ان في جزء كبير قوي من المتابعين ليا يعني مش دكاتره. بس خليني كده، لو انت دكتور هتفهم الحته الصغيره اللي انا هقول لك عليها. هي بنوته جايه، البنوته جايه شيز ريتبل ومتضايقه ومش عارف ايه وكده وبتاع، مزاجها وحش يعني، بس بتاكل كويس، بتشرب كويس، كل حاجه تمام معاها، دخول الحمام، النابيز، كل الكلام ده مظبوط، مفيش فيه اي مشاكل. ف والحاجتين اللي هي جايه بيهم ان هي بتكح، والكحه دي انا ما سمعتهاش لما جيت عينت بصيت على العينه يعني. والحاجه الثانيه ان في حته لونها احمر كده behind her knee، كانت خلف في الجانب الخلفي من الركبه بتاعتها. كل الفيتال ساينس بتاعتها كانت مظبوطه، ما فيش اي مشاكل. قعدتها في الديبارتمنت حوالي 4 ساعات 4 ساعات ونص.
عشان نطمن ان مفيش حاجه، مفيش حراره هتعلى، مفيش هارت ريت هيزيد، مفيش كل الكلام الجميل ده. وطبعا طبعا طبعا as much as any case انا بشوفها في الطوارئ، لازم بروح ادسكاس مع السينيور بتاعي اللي هو بيبقى الريجسترار. فاحسن مش عايز اسبقها، هو انا كان ممكن يعني، بس عشان انا مركز معاكم. فالريجسترار جه شافها برده ومش عارف ايه وكده وبتاع، وقال لي ايه، بقول لك ايه التشخيص بتاعها upper respiratory tract infection، نزل برد من الاخر يعني. المهم يعني فاست فورورد بقى، البنت بعد ما خرجت وخلاص وطمناها وكل حاجه، تاني يوم بعديها بحوالي 7-8 ساعات مثلا بعد ما خرجت، طلع ان اللي كان في رجليها دي قرصه، وان القرصه دي قلبت بحاجه اسمها سيلولايتس. السيلولايتس ده اللي هو التهاب تحت الجلد، وبيبقى التهاب اكستنسيف يعني، ممكن يبقى ليه عواقب لا تحمد لو ما اتلحقش يعني. طبعا انا زي ما باجي امشي اي عيان لازم بقول له حاجه اسمها السيفتي ناتنج. السيفتي ناتنج ده يعني انا بحكي القصه دي كلها لو سمحتوا، علشان لو انت طبيب وهتيجي تمارس، لو سمحت حلقه في ودانك، حلقه في ودانك وفي وداني، يعني التذكره برضو ايه، واذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. السيفتي ناتنج ده هو طوق نجاتك يا معلم، زي ما هو طوق نجاه العيان بالظبط. يعني ايه السيفتي ناتنج؟ يعني انا ممشيك من المكان الطبي اللي انت موجود فيه، وبقول لك ان انت كويس او مش كويس، او هتاخد دواء او وات ايفر، وبعد كده بقول لك في اعراض معينه اللي احنا بنسميها الريد فلاجز، لو ظهرت عليك لازم ترجع للدكتور بتاعك او تيجي للطوارئ تاني على طول. فالسيفتي ناتنج ده طوق النجاه، لان هو لو حصل اي حاجه وان هو ما كانش عارف ممكن ما يجيش المستشفى، فده خطر على العيان. طيب ولو حصل حاجه وهو ما كانش عارف، دي برضه غلطتك انت كدكتور لان انت ما قلتلوش. فكل الحاجات دي مهمه في موضوع السيفتي ناتنج. يعني وايز برضه عشان ما اطولش، انا كنت عامل سيفتي ناتنج كويس الحمد لله، نعم وفضل من عند ربنا، وده كرم ربنا برضه. وكنت كاتب ان انا شاكك ان الحته الحمراء اللي في رجليها من ورا دي قرصه، بس اي كودنت بي شور، وهم ما كانوش متاكدين اذا كانت هي مهروسه ولا لا. والحاجه المهمه يعني اللي خلصت القصه دي كلها، ان دي ثينجز كود هابن. يعني انت عندك دليل واضح وصريح ان البنت كانت كويسه، ما عندهاش اي مشاكل، والمشاكل حصلت بعد ما خرجت من المستشفى. فالحمد لله الموضوع ده عدى على خير وما كانش فيه اي مشاكل. فدي اول حاجه. صيغه الميل بس هي اللي خضتني، لان هو بيقول لك انت المفروض ترد على الميل وتكتب الستيتمنت اللي هو ادلي باقوالي يعني وبتاع، فاللي هو انا سوخه ادلي باقوالك يا هتروح السجن يعني ايه اللي هيحصل؟ فلا يعني اتس انف تو سي ان الميل ده يعني خلى ركبي تخبط في بعضيها شويه. فدي اول حاجه، اول زوبعه، والحمد لله عدت على خير بدون ما المريض يحصل له حاجه، وبدون ما انا اتضرر في شغلي. فدي اول حاجه. يلا ندخل نلعب في التينه. بسم الله. دي سلايمي قوي، سلايمي قوي. يعني دي ممكن اتزحلق جدا بقى. والكاوتش ده يعني رود بايك اكتر من ان هو بريلي تقريبا اللي معايا ده. I'm gonna go يعني. صراحة لسه ما نجيش. انا خايف هبل. اوه العجلة ورا بزعلة، مفيش تراكشن كنترول. ودي مشكلة الحاجات دي بقى، الحاجات دي ما فيهاش تراكشن كنترول، الحاجات الصغيرة دي تراكشن كنترول 650 وانت طالع. ما نرجع سلام يعني ليه بنعمل كده؟ طيب ليه بنعمل كده؟ هي either in or out من الاخر يعني، لان انا دلوقتي unless ان انا اعمل ايه بقى؟ بص بقى الحركه اللي انا عايز اعملها دي، هو انا مش عارف جوه عمقها قد ايه، فانا ممكن اعمل ايه؟ اعمل كده واروح اعمل كده. اوكي بسم الله.
يلا يا ابني. too heavy. طيب يلا. الفكرة التانية اللي هي في الغالب أغبى من الفكرة الأولانية أنا عايز أطلع هنا. اوه ماي جاد، لا الحصى ده صعب. أنا إيديا بترعش خايف. اوه مش عايزين زحلقه لو سمحت. ده اكبر دليل على ان انا محتاج تريننج في الاوف رودنج عشان انا ضايع. اوه بتاع بيرقص بتاع بيرقص بتاع بيرقص. عدينا الحمد لله. اوكي اوكي. This is fun. This is fun. Danger but fun. Let's keep going. دي لازم تتقفل عشان دي كان ممكن حاجه تطرف عينيا دلوقتي، بس الحمد لله يا رب كريم برضه. Oh my god. Oh my god, it's so much fun. رايحين فين؟ او ماي جاد احنا دخلنا فين؟ ده دخلنا حظيره. حظيره. او ماي جاد ده بقر وبتاع. اوكي which means ان احنا we have to go back. طيب
بقى على تشالنج نمبر 2. خليني افتكر تشالنج نمبر 2 موضوع الرحله السفريه اللي اتلغت. ودي دي كسرت قلبي بقى الصراحه. دي كسرت قلبي علشان انا كنت ناوي باذن الواحد الاحد، بس يعني يا رب يبقى كتب لي الثواب بتاعها، بس يعني ما توفقتش فيها. لان انا كنت طالع عمره، فكنت عايز اروح. انا دايما بحب اروح على فترات كده علشان افصل بقى تماما واعمل ريست كده لكل حاجه يعني. فكنت رايح عمره، والسفر كان من لندن، وسافرت بالموتوسيكل بقى. بص انا اللي عملته هبل برضو الصراحه يعني، بس عادي يعني قشطه. بحب الادفنشر بقى يعني. بس الادفنشر كان هي في مالها الدنيا زحمه ليه كده؟ في احنا عارفين ان احنا في الايستر هوليداي يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. بس بقى الراجل ده عايز يلف كده، وده عايزين نعدي الحته دي بس بسلام وامان لو سمحتوا، وبعد كده هحلها ربنا في اي حاجه تاني. فطلعت بالموتوسيكل بقى اللوتن يا باشا، علشان من الساعه 3:30 زي ما قلت لك، حوالي 2.5 ساعة الرحله، علشان هركب الموتوسيكل في الباركنج بتاع المطار. والميزه اللي كنت عايز اقول لكم عليها ان انت لو معاك موتوسيكل، فانت في مطارات كتيره يعني في انجلترا الباركنج بتاعك بيبقى ببلاش، which is really nice considering ان التذكره بتاعت الباركنج بتاعت العربيات ما تبقاش رخيصه يعني. anyways فخلاص يا باشا، ومظبط نفسي ومش عارف ايه وكده تمام. وخدت البوردنج بتاعي من على الكاونتر وطلع على الطياره وبتاع. وانا طالع بقى اللي هو بعدي الجيت اللي هيدخلني على السرداب ده اللي بيدخلك على الطياره بقى، اللي هو اللي مش عارف اسمه ايه. anyways فلقيتها بتقول لي الست اللي بتشيك الباسبورت بتاعي وبتاع، قالت لي لا انت مش هينفع تسافر. يعني هي بنت الحلال مش هينفع اسافر. انا مسافر على بادجت ايرلاين، كنت مسافر على ويز اير، وده طيران انا كرهته من بعد اللي حصل. بس فالمفروض كنت هترانزيت في روما في ايطاليا. بس هترانزيت في ايطاليا، اقعد حوالي 3-4 ساعات، وبعد كده رحت طالع على على السعوديه. بس فطبعا انا يعني الفتره اللي قبليها قعدت ادور بقى واسعى، وسالت خطوط طيران نفسهم، يا جماعه هو انا محتاج ترانزيت فيزا ولا لا ولا مش عارف ايه. المهم they gave me a website، قالوا لي تشيك هناك. فالويب سايت ده صراحه جايب اسامي دول معينه مش من ضمنها مصر، فانا المفروض اون ذا سيف سايد كده وبتاع. فلما جت وقفتني بقى انا بمنتهى الثقه، قلت لها بصي بقى حلوه، انا كلمت الايرلاين بتاعكم وهم بعتوا لي الويب سايت ده، قالوا لي تشيك، وانا تشيكت اون ذا ويب سايت، والويب سايت مش مكتوب فيه مصر كواحده من الدول اللي محتاج ان يبقى معاك ترانزيت فيزا. وليه مصر مش انجلترا؟ عشان انا مصري، انا معايا باسبور مصري. فقالت لي لا مش هينفع ومش عارف ايه وكده، وانا مش هينفع اطلعها. طبعا انا يعني عملت سين يعني انا بقى وصولي بقى ابتدى يعلى، وهاتوا لي حد مسؤول هنا وقصص بقى كده فاهم. بعد كده المهم ايه بقى، ربنا اتشنكلت كده في واحده انجليزيه بس محجبه كده وبتاع، وقالت لي انت ايه اللي حصل معاك؟ واقفه على الكاونتر يعني بتاع الكاستمر سيرفيس. فقلت لها كذا كذا كذا، فهي قالت لي طيب استنى هنا، وهو حد هيجي لك منهم يعني من شركه الطيران نفسها يعني. وبعد كده وانا ماشي قبل ما حد يجي، لا كانت هي بتغير نبطشيه، حد تاني هيجي يمسك مكانها. فقالت لي بقول لك ايه، انا اتشكت وانا واقفه كده، وانت كلامك صح، مصر فعلا مش من الدول اللي المفروض يبقى عندك ترانزيت فيزا. فانت يعني stick to your position، اثبت على موقفك، اثبت مكانك يعني، وهم يعملوا اللي يعملوه بس انت على حق. بص البنت دي بقى سخنتني بقى، اللي هو مدد فاهم، انا هخرب بوتكم كلكم. المهم برضو لونج ستوري شورت، ان كل الكلام ده طلع في شنك، وان خطوط طيران البادجت ايرلاينز زي ويز اير اللي هي زباله، انا بقول انها زباله كده علنا، ملوش دعوه انت الفاينل ديستنيشن بتاعك ايه. رغم ان انا وانا بحجز الطياره قالوا لي علشان انت ممكن يبقى عندك مشكله تبعتوا لي ميل بكده، فانت اطبع روح بالورقه، مش الابلكيشن بس، الورقه بتقول انت فين الفاينل ديستنيشن والتريب بتاعتك عامله ازاي وحجزك في الفندق هناك وكل الكلام الجميل ده يعني. فانا رايح جاهز بكل الكلام ده، كل الكلام ده بيل واشرب بيته، ملوش اي 3 لازمه بالنسبه لهم. بادجت ايرلاينز هو ملوش دعوه انت بتوصل فين، هو له دعوه هو هينزلك فين.
فبرضو المحصله ان انا فلوس الطيران دي راحت عليا. there's no way ان انا اعرف اريكليم تو ذا بوينت ان انا رحت للسوليسيتور او الناس من الناس اللي بترفع قواضي بقى على شركه الطيران وبتاع، قال لي بقول لك ايه، هو في سطر هم حاطينه اللي هو checking visa requirements is the responsibility of the passenger. ده هي اوفر رول اي حاجه ثانيه انت هتتكلم فيها. طبعا انا مش راجل قانون فما بفهمش، شكرا السلام عليكم. ادي ايه تاني حاجه، طبعا راجع بقى حزين. غير بقى ان انت بعد ما تلغي رحلتك، انت الرحله ساعتين ونص اللي انت عملتهم الموتوسيكل ترجع تعملهم تاني، وكانت الدنيا بتمطر هبل وانا ما كنتش نايم عدل، فيعني ضارب ريد بول بقى للصبح علشان ابقى ايه مركز في اللي انا بعمله. فلا يعني راجع زعلان بقى وحاسس ان انا ايه ده ان ربنا مش عايزني ازور بيته بقى. الموضوع كبر معايا قوي في دماغي يعني، ففضلت متضايق. ف عشان برضه اديكوا تايم برسبكتيف كده، خلينا نقول ان السفريه دي كانت حوالي، انا مش فاكر كان يوم 4 او يوم خميس، كانت حاجه كده يعني. فانا عندي الجمعه وكانت صدفه عندي يعني جمعه وسبت وحد اجازه، ففضلت قاعد في البيت، كنت مكتئب بقى ما عملتش اي حاجه خالص. قلت يوم الاحد كده ابتدت ايه نفسيتي يعني، اقول بقول لك ايه تعالى نجرب نعمل حاجه طيب. فقلت هنزل الف لفه بالموتوسيكل. ده كان يوم حد، انا فاكر اليوم ده كويس قوي علشان اليوم ده انا عملت تور فيها بالموتوسيكل، كنت مبسوط بيها قوي، او سو هابي اباوت ات، وسجلتها وبتاع تو ذا بوينت ان انا رجعت رحت عامل اديتنج للي انا صورته، للفوتج اللي انا صورته ورفعته في نفس اليوم. فانتوا اخر فيديو هتلاقوه مرفوع كان في يوم حد. بس عشان نغير مكان الكاميرا. أنا عندي فكرة جميلة، عندي فكرة جديدة، ايه رأيكم؟ وانا ممكن اركنه هنا وبعد كده ناخد الطيارة بتاعتنا نطلع نعمل شغل فوق جامد، خصوصا ان في شجر ورا بقى هناك، وكان في بحيرة عدينا عليها هنا، وفي منظر السبرينج. that would be some great shots. Let's do it. تمام، رجعت مبسوط يا معلم الحمد لله. كلمت مديري، لغيت الاجازه بقى اللي انا كنت واخدها عشان السفر وبتاع، وقلت له هنزل من يوم الاثنين. الناس كانت متفهمه وقالت لي مفيش مشاكل تعالى طبعا وبتاع وايه.
وحافظ على اجازاتك طالما انت مش هتستخدمها في حاجه. طيب حلو قوي الكلام ده. نازل بقى الشاب الهمام بقى يوم الاثنين بسم الله، جي بي جديد بقى، رايح بقى يتعلم بقى ويعمل بقى شغل جامد يعني. نعدي بقى استنى حته سسبنس كده لحد ما نعدي الاشاره. احنا خرجنا من الاشاره عشان ندخل في اشاره يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم ايه الهبل ده. مش فاهم دي فين. لا احنا هنخش كده. خرجنا من الاشاره عشان نقف في اشاره، وانا واقف وقفه غلط جدا يعني لان انا مقاطع الطريق ده. بس قشطه بقى، ممكن احور واعدي هناك، بس صباح الفل مش طالبه معايا هبل خالص دلوقتي. لسه بنقول يا فتحي عليم. احداث كتير. يلا بسم الله. يلا يا عمو لو سمحت اتحرك. طيب فنزل بقى زي الشاب الهمام زي ما بقول لك يوم الاثنين بقى، هو ايه بدايه جديده وان شاء الله الامور ايه جميله وبتاع. نزلت يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا عشان نركب موتوسيكل نروح الشغل. هو فين الموتوسيكل؟ الموتوسيكل مش موجود. اللي هو انا اول رياكشن ليا انا عايز افهم انت بتفرمل ليه؟ انا عايز اعدي السكه دي عشان مش مقتنع ان هي اللي بتعمله ده صح خالص. عماله تضرب فرامل وخلاص، حاجه مستفزه جدا. المهم فين يا ابني الموتوسيكل؟ الموتوسيكل مش موجود. انا اول رياكشن ليا ان انا قعدت اضحك يعني مش معقوله انت مسطول تليفونك ان انت نسيت انت راكن الموتوسيكل فين. طيب ادور يمين شمال، بص الموتوسيكل مش موجود. طيب اوكي، هل في احتمال ان الموتوسيكل اتسرق؟ ده يعني انا لسه بحاول استوعب ايه اللي حصل يعني فاهم. فرحت الكلام ده كان فين بقى؟ في الباركينج، واحده من الباركينجز بتاعه المستشفى. يعني كنت راجع موتوسيكل في واحده من الباركينجز بتاعه المستشفى نفسها. فيعني فاهم، وانا ركنت الموتوسيكل ده كتير قوي هناك يعني. انا السنه ونص اللي فاتت اللي انا اشتغلت في المستشفى تقريبا كنت بركنه في الحته دي على طول، لان انا ساكن قريب من المستشفى كده كده. فرحت المكتب السكيورتي، يا جماعه انا كان عندي الموتوسيكل ده راكنه امبارح، بيحصل على عيل تايه بقى فاهم. الصدمه بقى الجميله بقى ان هم قالوا لي هو انت كنت راكنه فين؟ قلت لهم انا كنت راكنه في الباركينج ده. قالوا لي احنا يعني مش عارف اقول لك ايه، بس انا عندي خبر مش هظرف حاجه. فبقول له ايه بقى؟ قال لي للاسف ده الباركينج الوحيد اللي ما فيهوش كاميرات. الباركينج الوحيد اللي ما فيهوش كاميرات يعني ايه؟ ضحك السنين بقى، انا مش مصدق، انا كل ده مش مصدق فاهم. انا اتكلمت مديري بقى قلت له بص يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا هاخد اليوم ده كمان اجازه عشان انا الموتوسيكل بتاعي مش لاقيه. فبس بقى، وكلمت البوليس بقى وكلمت شركه التامين بقى والسكيورتي، قعدت اقول لهم ازاي ما فيش كاميرات واحنا في مستشفى واحنا قصه بقى. بقيت معروف بقى في المنطقه يعني، اي حد يشوفني كده يقول لي لقيت الموتوسيكل بتاعك؟ لا ما لقيتش، حتى انا ما اعرفهاش يعني. هاوز يور بايك يا جدعان؟ انا ما خلاص اتسرقت ورحت في 60 داهيه وخلصنا يعني. فالموتوسيكل اتسرق. طبعا انا ما كانش ليا اي تعامل قبل كده مع شركه تامين ولا اي حاجه من الكلام ده. انا يعني فشخت بقى الفتره دي عشان there's no other way of putting it، لان ده الفتره اللي برضو لو كنت اتفرج على الفيديوهات القديمه هتلاقي ان انا في الفتره دي المفروض كنت بغير محل سكني من مكان لمكان. ومحل السكن ده ما كانش جديد يعني، ده ما كانش في باص بيروح دايركتلي عليه، فكانت النتيجه ان انا بضطر امشي رايح جاي علشان متفق مع فانز اللي هتنقل والناس اللي هتجيب حاجات وكل الحاجات دي، الناس اللي هتجيب عفش جديد وكل الكلام ده. فيعني رايح جاي بقى ماشي بقى وبتاع. فالموضوع كان صعب، لا اتبهدلت يعني، اتبهدلت. وعشان كمان شغلي عشان امشي له من المكان اللي انا ساكن فيه جديد هاخد حوالي 45 دقيقه which is unacceptable طبعا بالنسبه لي. انا 45 دقيقه ده كتير ان انا اقعد امشيهم كل يوم رايح جاي. I had to ان انا اجيب replacement.
you are looking at it now, a replacement. This is my new Honda CB500X. يعني there's a few things لازم يتقالوا هنا. أول حاجة بس قبل ما نكمل في السي بي اكس نرجع تاني للكاوازاكي. عشان انا جات لي مكالمه في اليوم اللي اشتريت فيها ده ان بقول لك ايه، حد اتصل بيا من المكان اللي اتسرق منه وقال لي احنا وي فاوند يور بايك. فرحت عشان اشوفها، لقيتها انها اتسرقت من يعني اتحركت من المكان اللي هي كانت فيه، المكان الباركنج اللي انا فيه، لخلف باركنج تاني برضه جوه المستشفى. و the bike is completely vandalized. يعني بالعربي كده يعني vandalized يعني اللي هي الاعمال التخريبيه. يعني بمنتهى الامانه كده الموتوسيكل تم هتك عرضه يعني. يعني this is the easiest way of putting it يعني. خلينا نقول ان الفارنكس اللي هي كل شغل البلاستيك اللي على الجناب ده literally was ripped off. يعني مش اتخلع، مش حد فكه، لا ده حد يعني خلعه بالعافيه. السلوك كلها اللي جايه من الاجنيشن او المفتاح كلها متقطعه، رجلها متقطعه. I think ان انا I took a video, it's very painful يعني ان انا اقعد اتكلم عن القصه دي، فانا بس هوريكم الفيديو كده عشان تشوفوا مدى التهريج والهبل اللي حصل. وطبعا البوليس يعني ملوش لازمه في الكلام ده. سبته وانا بكلمها قلت له يعني احنا هنحط اللايسنس بليت بتاعتك على ان هي تبقى لو اتكشفت يعني هنوقف البايك وبتاع، بس يعني بمعنى صح بتقول لي يعني ايه، يعني استعوض ربنا على القصه دي، لان الحوادث بتاع سرقات العربيات والموتوسيكلات هنا مش طبيعيه، literally مش طبيعيه. اللي هو انا مش فاهم يعني ازاي ما فيش حاجات تتبع، ازاي ما فيش كل حاجه متغلبه. فدي حاجه. فانا حزنت على الموتوسيكل القديم لاني حسيت ان يعني فاهم it's my best friend، فاهم؟ it truly is my best friend هنا يعني. يعني هو انا احمد لو مش شغال هيبقى في الغالب على الموتوسيكل بتاعه يعني، فاهم؟ وذر بقى معاه حد او مش معاه حد، بس هو في الغالب على الموتوسيكل بتاعه. فانا يعني on seeing the bike اول ما شفتها بعد ما it was recovered انا بكيت بدموع بقى وبتاع، اللي هو يعني فاهم my best friend اتبهدل بالطريقه دي and I wasn't there to help them. وانا من الناس اللي هتلاقوني برضه الناس اللي هنا يعني برضه عاده غريبه جدا يعني، تلاقيه ناوي يلف. يعني العاده دي متعود عليها في مصر بس مش متعود عليها هنا الصراحه كتير يعني، بس انت تستهبل بقى اللي هو تلاقيه يروح لافف وقبل ما يلف بثانيه يروح بيديك الاشاره. طب حضرتك ما انت المفروض تديني من قبليها عشان انا اظبط فراملي، انا ما فيش بقى. ما علينا، ربنا يسلم طريقنا جميعا. فبكيت لان انا I wasn't there to help my friend يعني. وانا I think of my bike as a friend يعني، مخلوق يعي وينطق وكل الكلام ده. غير ان الاهم من كده بقى ان كسرت فرحتي بالموتوسيكل الجديد. يعني انا عايز اقول لكم ان انا اصلا الكاوازاكي انا كنت عارضه في البيع في الفتره دي لان كنت عايز ابجريد. وكان اللي في نيتي ان انا عايز الهوندا السي بي 500 اكس، واحد من الكونتندرز يعني اللي في بالي يعني ان انا افكر فيه. فكسرت فرحتي بالموتوسيكل يعني. انا فعلا مش فرحان بيه زي ما انا كان نفسي ابقى فرحان بيه يعني، فاهم؟ دايما تلاقيني غصب عني ببص ده في عيب، ده في حاجه ما كاوازاكي كان موجود في حاجه مش موجوده في السي بي 500 اكس، كل الكلام ده. يعني الحمد لله على كل حال. بس لسه بقى المعركه مع شركه التامين عشان استرد فلوسي، لان انا المفروض ان الموتوسيكل بتاعي مؤمن في السرقه كمان. وبعمل فيديو مفصل بقى عن التهريج اقل ما يقال والله العظيم وحياه ربنا. الكلام اللي بيحصل معايا في شركه التامين ده لو حصل في مصر والله العظيم الناس دي كانت تسبلها 100 مليون. انا عمال اجمع فاكت وببيلد كيس لحد ما نشوف بقى هم اخرتهم ايه، هيدوا لي اللي انا عايزه ولا تعالوا نروح بقى نشوف بقى نرفع قضيه بقى وبتاع. هنا اسهل حاجه ان انت ترفع قضيه، يلا نرفع قضيه. ربنا عارفين حمامه دي ولا ايه؟ لا دي مش حمامه، دي حمامه ميته الله يرحمها. الله سبحان الله
الربيع برضه يا جماعه، سبحان الله. الحل لما تمر بمشاكل زي كده، ان انا بالنسبه لي يعني ان انا لازم ايه، افصل بقى خالص. افصل خالص يعني ايه؟ يعني انا اسف اطلع بره البلد. طلعني بره، لا سمحت طلعوني من هنا. اخد اجازه كده، افصل كده وارجع لعقلي وهدوئي وبتاع، وبعد كده يبتدي بقى من اول وجديد. خير يا معلمين، عندكم ايه النهارده؟ فده اللي انا بحاول اسعى له دلوقتي. ودعواتكم لموضوع التامين يمشي على خير. هذه هي اخباري، وهذه هي مشاكلي اللي انا مريت بيها الفتره اللي فاتت. طبعا الحمد لله من قبل ومن بعد، يدي اللي يديه وياخد اللي ياخده، كلها حاجاته. واحنا ايه، بنحاول بس ايه، نسعى ان احنا نخليها ظريفه يعني، وتطاق حياه تطاق يعني. انا متشكر قوي لو وصلت واتفرجت على الفيديو كل ده. بمنتهى الامانه انا مش عارف ليه انت اتفرجت على كل ده. بس لو اتفرجت على كل ده بشكرك على حسن المتابعه. وطبعا يا ريت تسيب كومنت وتشجع الاء ان هي تديني افكار تانيه. لان الفيديو ده زي ما قلت في الاول وهرجع اقول تاني، دي فكرتها. قالت لي اطلع قول انت متضايق من ايه، وايه المشاكل اللي انت بتمر بيها وكل الكلام ده. ولو ما عجبكش الفيديو برضه اعمل له لايك وسيب كومنت لالاء، قول لها لو سمحت ما تتدخليش في المحتوى بتاع احمد بعد كده. وعادي مفيش مشاكل، انا هوصل الرساله ان ما كانتش هي هتشوفها بنفسها يعني. وثانك يو يا جماعه فور واتشنج، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله بعد الاجازه باذن الله. لو ربنا كتبها على خير ارجع صافي كده، نرجع نكمل فيديوهاتنا واستكشافاتنا تاني. ومش ناسي ان لسه في فيديوهات للمغرب، لان كل اللي انا حطيته عن المغرب لو انت ما اتفرجتش عليه بليز اتفرج عليه، لان دي من اكتر الفيديوهات اللي جابت عندي فيوز في القناه. بس عايز اقول لكم ان في حاجات لسه، في فوتج عندي اقوى بكتير من اللي انا طلعته، فعما قريب باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يتقبل صيامكم وصلاتكم، كل حاجه كويسه بتعملوها، ويوصلنا العيد سالمين غانمين باجر مكتوب وثابت باذن الله. يلا السلام عليكم.